السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ معاكم حلقة جديدة النهاردة من سر الطبيعة مع أبو عيسى. هجيب لكم النهاردة عشبة أول مرة تسمعوا عنها. العشبة دي بيستخدموها من زمان قوي في الهند لكل حاجة بتخص جمال الشعر والبشرة. العشبة دي اسمها براهمي. ليه بنقول العشبة دي يعتبر جوهرة؟ هنشوف. أول حاجة فوائدها للشعر إيه؟ فوائدها للشعر بتنشط الدورة الدموية جدا في فروة الراس، وبالتالي بتقوي بصيلات الشعر، فبتمنع التساقط وبتقوي جذور الشعر جدا. الشعر بيطول وبتطول الشعر بشكل أسرع، بتقلل التهابات فروة الراس والقشرة، يعني اللي فيه حكة، اللي فيه قشرة دهنية أو كده بتعالجها. بتدي لمعة وبتدي لون جميل للشعر من غير صبغة، بتخلي الشعر صحي أكتر ومن غير ما يكون فيها دهون. طيب فوائدها للبشرة ايه؟ فوائدها للبشرة حاجات كتير. هي فيها كمية مضادات للأكسدة ومضادات للالتهاب فظيعة، يعني بتفتح لون البشرة وفي نفس الوقت لو بشرة حساسة بتعالجها. بتقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة، بتفتح لون البشرة وبتوحد اللون وبتدي نضارة للبشرة أكتر. البشرة زي ما قلنا زي البشرة الحساسة واللي فيها حبوب بتبقى نتيجتها كويسة جدا معاها. طيب نستخدمها ازاي؟ في البيت هنستخدمها بطريقه بسيطه قوي. لو هنستخدمه ماسك للشعر، بنحط معلقتين من بودره مع معلقه زيت خروع مع معلقه زيت جوز هند، وبنخلطهم كويس قوي وبنحطهم على الشعر وبنسيبهم لمده ساعه وبعد كده يتغسل من غير شامبو طبعا، بنغسلهم بميه بس. طيب عايز استخدمه للبشره، باخد معلقه واحده من البودره وبنحط معلقه زبادي او عسل، وانا افضل العسل افضل. بنفرده على البشره ونسيبه لمده 10 دقايق وبعد كده بنغسله. هتلاقي النتيجة بتاعتك جميلة جدا جدا جدا. في أول مرة تقريبا هتلاقي في تحسن كبير. البراحمي عشبة احنا ناسيينها والناس ناسياها والمعظم العرب مش عارفينها قوي، بس بتدي تغيير حقيقي لشعرك وبشرتك. هنجرب الوصفات دي اللي احنا بنقول عليها في الكومنت، وتقول لنا في الكومنت الأخبار ايه. سلام عليكم.